السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس. أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض الاختبار الثامن صفحة 288 و 289 و 290 من كتاب المعاصر إنجليزي الصف الخامس. نقول بسم الله. ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل نماذج ومراجعات ليلة الامتحان. يلا بينا. السؤال الأولاني بيقول لك listen and circle the correct answer from A, B, C or D. last week الأسبوع الماضي the weather الطقس was bad كان سيء، إنما good يعني جيد، sunny مشمس، سناي يعني كان طبعا في تلج. طيب بيقول لك the water الماء covered the street المية غطت الشوارع and some cars وبعض السيارات هتقول له got stuck يعني أصبحت عالقة. طيب داليا's uncles عم داليا هاوس يعني منزل عم داليا was هتقول له damage يعني ايه اتدمر. رقم 4 the water flooded الفيضان المياه has هتقول له living room غطى غرفة المعيشة. طيب هنا بيقول لك تشوز ذا كوريكت انسر اختار الإجابة الصحيحة. farmers الفلاحين grow crops بيزرعوا المحاصيل in ايه هتقول له in fertile land يعني في الأرض الخصبة. انما ويك يعني ضعيفة، دراي جافة، سيلفج الارض الانانية. طيب هنا بيقول لك يا بطل هي از وورس هو بيكون سيء اتماس في الرياضة than his sister عن اخته. دي صفة مقارنة لان هنا بيقول لك زان. طيب دي صفحة 288. يلا بينا على صفحة 289. ما تنساش تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة يا حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا ابطال. 289 هتقول له هنا it is hard to بيكون صعب ان انت survive ان انت تنجو in the desert في الصحراء without water بدون ماء. رقم 4 تقول له the weather الطقس is hot الطقس بيكون حار in summer في الصيف. in يعني فيه. طيب read and complete the text with the word in the box اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. عندك selfish أناني، strong قوي، apples تفاح، weak ضعيف. توم had a healthy apple tree توم لديه ايه شجرة تفاح صحية. ذا تري الشجرة gave توم كانت بتعطي توم ايه apples كانت بتديله التفاح. and توم played on it وكمان توم كان بيلعب عليها. توم traveled away يعني توم سافر بعيدا and when he come back لما رجع تاني ذا تري الشجرة was weak يعني كانت ضعيفة. توم نو يعني توم عرف that he was selfish ان هو كان اناني. so لذلك he decided to take care of the tree هو قرر ان هو يهتم بالشجرة. the tree الشجرة grow strong أو go again يعني الشجرة أصبحت تنمو بقوة مرة أخرى. هنا بيقول لك read the text and answer the question اقرأ النص وجاوب على الأسئلة. under the earth أسفل الأرض we find precious minerals resources احنا بنجد موارد معدنية هامة وثمينة طبعا غالية الثمن يعني like gold مثل الذهب، diamond الماس، كوبر النحاس and iron والحديد. these are used every day دي احنا بنستخدمها كل يوم to make important things ونصنع منها حاجات مهمة. gold is soft الذهب بيكون ناعم and shiny ولامع and easy to shape وسهل ان هو يتشكل. people use it الناس بتستخدمه for coins في العملات and jewelry والمجوهرات. I love gold ring أنا بحب الخواتم الذهبية. diamond الماس is a rare mineral بيكون معدن نادر even more valuable than gold بيكون أكثر قيمة من الذهب. كوبر النحاس is a strong metal بيكون معدن قوي which we use for electric wires حيث بنستخدمه في الأسلاك الكهربائية بيبس والحنفيات أو المواسير and tools والأدوات. It's cheaper than gold بيكون أرخص من الذهب. النحاس أرخص من الذهب. Egypt get most of it copper and gold مصر بتحصل على المزيد من الذهب والنحاس from the eastern desert من الصحراء. Iron is super strong الحديد بيكون أقوى معدن. it help make cars بيتم صناعته في السيارات ships السفن airplanes والطائرات and bridges والكباري. It found in many places in Egypt إنه بيوجد في العديد من الأماكن في مصر. تعالى يا باشمهندس بيقول لك هنا to get minerals عشان تحصل على المعادن دي minerals المعادن be deep into the ground بيتم التنقيب عنها أسفل الأرض. but minerals are non-renewable لكن المعادن دي بتكون غير بشرية مصادر غير بشرية. they took millions of years to form يعني بتاخد ملايين السنين عشان تتشكل. so لذلك we must use them يجب ان احنا نستخدمهم wisely بحكمة and never waste them وابدا ما نهدرهمش.
choose the correct answer the text is about. ده النص بيتكلم عن mineral resources اللي هي الموارد المعدنية. the underlined word الكلمة اللي تحتها خط كلمة precious يعني غالي أو ثمين أو قيم بتعني valuable يعني قيم، إنما cheap رخيص، wise حكيم، strong قوي. answer the following question جاوب على الأسئلة. what do you found under the earth؟ احنا بنجد ايه أسفل الأرض؟ تعالوا نشوف في القطعة رقم 3 هتقولي we find precious mineral resources، احنا بنجد مصادر معدنية غالية like gold زي الذهب، diamond الماس، كوبر النحاس. دي إجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع what do we use؟ ماذا بنستخدم الكوبر فور؟ بنستخدم النحاس في ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض رقم 4. هتقول له كوبر is strong metal بيكون معدن قوي which we use for electric wires بنستخدمه في الأسلاك الكهربائية، بيبس والحنفيات and tools والأدوات. summarize the text the third paragraph لخص الجزء الأخير أو الفقرة الثالثة من البراجراف من القطعة in one sentence في جملة واحدة. هتقول له we must يجب علينا ان احنا نستخدم البريشيوس المصادر وزد بحكمة and never waste them وابدا ما نهدرهمش. دي اجابة السؤال الخامس ودي صفحة 289. يلا بينا على صفحة 290 بالترتيب. هتقول له اول حاجة what do crocodile eat؟ التماسيح بتاكل ايه؟ رقم 2 هتقول له I like going to انا بحب الذهاب الى، هتقول له the coffee shop المقهى او الكافيه. طيب بيقول لك read and write اقرأ وصحح. they visited the pyramids last year هم زاروا الأهرامات السنة الماضية. this book هذا الكتاب is worse than the one I read last week الكتاب ده بيكون أسوأ من الكتاب اللي أنا قريته الأسبوع الماضي. في البنك دويت هتحط التي كابيتال وتحط نقطة، هتحط الدبليو كابيتال وتحط حرف الجي هنا كابيتال وتحط نقطة. في الستوري بيقول لك at the first في البداية بيلي believed بيلي اعتقدت what her family إن العائلة بتاعتها said about the earth كانوا بيتكلموا عن الأرض. هتقوله false خطأ. about بيقولك بيلي didn't learn anything بيلي ما اتعلمتش أي حاجة at the end of his journey في نهاية الرحلة بتاعتها. هتقوله خطأ طبعا هي اتعلمت. طيب بيقولك هنا answer the following question جاوب على الأسئلة. what did turtles do؟ يعني بيقولك السلاحف بتعمل ايه؟ when danger was near لما بيكون الخطر قريب منها بتعمل ايه؟ هتقوله they hide هي بتختبئ او هم بيختبئوا in shells في الصدف بتاعهم. طيب what did Bailey learn؟ يعني بيلي اتعلمت ايه to do in the Everglades اتعلمت ايه في منتزه Everglades يا شباب؟ هتقوله ان هي to survive ان هي تنجو وتتعايش. طيب بيقول لك write a paragraph اكتب باراجراف عن the heart يعني القلب واستخدم كلمة organ يعني عضو واستخدم كلمة pump يعني يضخ. نقول بسم الله. أول حاجة هتقوله the heart is the most important organ in our body يعني القلب بيكون أهم عضو في جسم الإنسان أو في أجسامنا. it's pump blood بيضخ الدم around the body حوالين الجسم كله. we should protect our healthy food يجب ان احنا نهتم ونحافظ على الطعام الصحي. كده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وممكن تزود جمل طبعا على الباراجراف. ما تنسوش تدعمونا يا شباب بلايك وشير واشتراك في القناة. كل الامتحانات هتلاقوها محلولة على القناة في قائمة التشغيل. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامة.